السلام عليكم. الاسعار: الشكاره الصفراء 350، الحمراء 290، الدكر شغال تمام 450، الام جاهزه على الشغل ان شاء الله 450. بتحجز ده يوم الاحد، وعندك يوم الجمعه. يوم الاحد يوم الجمعه ده السوق بتجي لنا هنا. طب انت مش عايز تيجي، عندك خط متغمر، بنها الحر، الجيزه، ده انت العربيه بتجي لك. كل حد بتحجز على الرقم 010 6461 9771 ان شاء الله. طيب النقل احنا بنقول 200 جنيه. طب في ناس ما بيبقاش عايز شكارتين، عايز حاجه هيدفع 200 جنيه على الشكارتين او ارنبه وكده، يبقى الشكاره عليها 25 جنيه، الارنبه عليها 50 جنيه. لو اكتر من 200 جنيه هتدفع ال 200 جنيه. يعني انت واخد حاجات اكتر، 20 شكاره مثلا، 20 ارنب، مش عارف ايه، هتدفع ال 200 برضه، بس على الدائري من فوق. وتساعد الباشمهندس عمرو شويه عشان ايه، بيبقى في غيرك. خش استمتع بالفيديو. جزاكم الله خير والسلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم حبايبنا الكرام، متابعين قناتكم أرانب الخير. دايما بتدونا الأمل، بنحبكم في الله. جزاكم الله كل خير. أبطال اليوتيوب، أبطال التعليقات، أبطال البث المباشر. لو عايز حاجة يا حبيبي ابعت على التعليقات نبعت لك. عندك مجموعة على الفيس اسمها أرانب الخير الشيخ سامر، خش اعمل البوست بتاعك، اسأل في مشرفين هناك. جزاكم الله كل خير. ابعت، سيب لي الواتس للشغل وسيب لي التليفون للشغل واحنا تحت امركم. بنقنن الموضوع طبعا. اللهم لك الحمد. ده رقم توكيل الاسماعيليه في ابو صوير يا جماعه، واخد علف احمر واخد علف اصفر. وهكلمكم ان شاء الله عن تركيبه الصيف وازاي ان انت تتفادى المشاكل وايه وليه علفنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. عامل انتشار جيد، سعر وجوده، سعر وجوده الاثنين مع بعض باذن الله. يعني رقم الاسماعيليه، العربيه طالعه الاسماعيليه دلوقتي ان شاء الله 010 91 44 83 85. يا جماعه هو مش مساله علف وخلاص، مساله علف وخلاص، ومش مساله خامه وخلاص. مش اي خامه تتحط، اللهم لك الحمد. وما ينفعش العلف طول الصيف يبقى في الشتاء زي ما هو، في الربيع زي ما هو، في الخريف زي ما هو، في الصيف او الشتاء زي ما هو. ما ينفعش نهائي. لذلك الحمد لله احنا متميزين، لان احنا عندنا اللهم لك الحمد مهندسين زراعيين بسم الله ما شاء الله. عندنا برضو اللهم لك الحمد في المصنع عندنا على اعلى مستوى من الانتاج والتخزين. التخزين مفيش حاجه بتقعد. اللهم لك الحمد يا جماعه. المخزن هيفضى دلوقتي، اللهم لك الحمد. يعني المخزن اهو هيفضى، المخزن اهو هيفضى. فاللهم لك الحمد. فبتفرق من الشكاره الحمراء. طب في ناس كتير بتسالنا يا شيخ سامر يعني ايه الشكاره الحمراء ويعني ايه الشكاره الصفراء؟ السؤال ده كتير وانا جاوبت والله يا جماعه. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ طبعا فرق في السعر، لكن بفضل الله زيرو كده خلاص. الاصفر طب هات لي الاحمر. زيرو بفضل الله انتفاخات، زيرو بفضل الله اسهالات، مفيش الكلام ده نهائي. لكن من ايدك انت، من ايدك انت. يعني مثلا العلف الاصفر يعتبر مثلا لحم، العلف الاحمر يعتبر فراخ. ده بروتين وده بروتين، بس ده اقل شويه. ما هو في فرق حوالي مثلا 60 جنيه في الشكاره، 2000 ونص في الطن. فانت ده اللي انت بتدفعه. لكن الاثنين مفيش منهم اذى، الاثنين اللهم لك الحمد مفيش ما انا مش هعمل علف، ما انا ممكن الغي الاحمر خالص. لكن الاحمر بينفع الناس، بعض الناس اللي هي عندها بعض الخبره، انت فاهمني ازاي، بتاخده وبتعرف ان هي ايه. يعني مثلا زي ما قلنا كده قبل كده، في مزارع كبيره بتاخد مننا الاحمر، بيوفر مثلا 2000 ونص في الطن، فما باخد له مثلا 4 5 طن بيوفر 10 15000 في الشهر مثلا. فال 10 15000 في الشهر دول مش هيصرفهم بروتين وكده. فاحنا بنحاول ان احنا، هو بيساعد بقى. لكن انت عايز تشتغل على طول، مفيش جدول ميه نهائي مع العلف الاحمر الاصفر، العلف الاسمر. والاحمر برضو انت ممكن تستخدم معاه فيتامينات، ممكن تستخدم معاه املاح، لكن هو فيه لكن البروتين بتاعه اقل شويه، يبقى نسبه تحويله اقل شويه. بفلوسك يا حبيبي،
يعني فاهم ازاي؟ يعني بفلوسك انا عامل لك، علشان في ناس زي ما قلت لحضرتك بتاخد كميات فبيفرق معاهم السعر، وفي ناس برضو بيقول لك يا شيخ سامر انا عندي شويه علف، شويه ارانب على قد حالي، معلش اخد 10 شكاير يفرقوا 600 جنيه، اخد شكارتين كمان بدل ما اخد 10 اخد 12. فالدنيا بتمشي معاهم على حسب كل واحد، لكن احنا ما بنعملش علف مؤذي ابدا، اللهم لك الحمد يعني. فدي الفكره. تاني حاجه زي ما قلنا في تركيبات مختلفه في الاربع فصول، بالدليل ما ينفعش ان انا في الصيف ان انا مثلا اقلل لك البروتين، ازود لك البروتين، ما ينفعش في الشتاء اقلل لك البروتين. فالحاجات دي انت بتفرق معاك في ايه؟ ان انت في الصيف يا بطل، احنا كل حاجه على عينك يا تاجر يا جماعه بما يرضي الله. في الصيف انت بتزود الفيتامين مع انت فاهمني ازاي؟ املاح معدنيه، انت فاهم، فيتامين بشكل معين مش اي فيتامين، برضه بريمكسات بشكل معين مش اي بريمكس يمشي في الصيف، وفي بريمكس يمشي في الشتاء. البريمكس ده مجموعه فيتامينات يا جماعه، مجموعه فيتامينات مع الاملاح ان شاء الله. طيب في الشتاء لازم البروتين يبقى عالي. طب يا شيخ سامر يعني انت بتقلل الشكاره؟ لا انا ما بقللش الشكاره، ما هو اللي انا بشيله هنا. يعني افهم، مش عايز ادي لك بروتين الا بشكل معين، ما هي دي الصنعه. هو نفس البروتين مش هيقل البروتين، بس ما ينفعش تقوم واخده مثلا كوارع، فاهم الفكره؟ لحمضاني والظهر، لا هو نفس البروتين ما بيقلش، انت فاهمني ازاي؟ بس بشكل معين، بتديه بشكل معين. ازاي ااكل الارنب؟ قلنا 100 مره الارنب بتجوعه. كلمه بتجوعه هنا يا حبيبي مش مساله ان الارنب يتعذب، هو انت لما بتجوع بتتعذب. تقنين العلف، يعني ان انا بقى في الصيف في ساعه الحر من الساعه 10 لحد الساعه المغرب زي دلوقتي كده بتاكل. ليه؟ ما هو انا مش عايز اعمل اجهاد حراري للارنب، انت فاهم؟ بعد كده 8 ساعات دول في كام ساعه؟ في 16 ساعه هياكل فيهم، مفيش مشكله، انت فاهم؟ يعني انت مش بتجوع الارنب، انت بتقنن الشغل. ليه؟ لان انت بتديله في ال 16 ساعه دول حقه. يعني هنا ما هو الارانب هي بتاكل، تعالى كده يا عم، هنا الارانب هي بتاكل اهو، لسه هم اهو في الارانب هنا بتاكل، مفيش مشكله يعني، خلاص. فهي المساله مش مساله ان اجوع، هي تقنين العلف. يعني انت مثلا كبشر او كبني ادم على طبيعي انت بتاكل 3 وجبات مثلا على 8 ساعات، فاهم؟ فانا مش عايزك تعمل سعرات حراريه للارنب في الوقت ده، انا عايزه يهدى ويشرب ساعه المغرب بقى، ياكل من المغرب لحد الساعه 10 الصبح. في الشتاء 4 ساعات بس من الظهر لحد المغرب، هم 4 ساعات مفيش مشكله فيها، فاهم الفكره؟ يعني مساله تجويع الارنب ده اصلا ما ينفعش ان احنا نجوع الارنب، لكن بنقنن العلف، بنقنن العلف. يعني احنا لسه هنعلف دلوقتي المغرب اهو، هنبتدي نعلف، انت فاهمني ازاي يا حبيبي؟ ارجو ان الفيديو ده يكون شرح الفكره المبسطه بالنسبه لشغلتنا. احنا بنعمل ايه في العلف، وده توكيل الاسماعيليه ان شاء الله 010 91 44 83 85. جزاكم الله كل خير يا جماعه، ربنا يكرمكم. خلاص زي ما انتم شفتوا كده ان شاء الله. ما تجيب لي شكاره علف اصفر كده يا خالد هنا على الكرسي ونفتحها ونشوف ايه اللي فيها ايه. خالد هات لي الشكاره الصفرا ده اللي جوه ده، ابو امنيه الشكاره الصفرا ده، لا اللي مليانه، هاتها كده، هاتها كده ما نفتح. ومواصفات العلف برضو هنتكلم في افتحها لي كده ابو امنيه. مواصفات العلف الجيد كمبدئيا ظاهريا، افتحها يا حبيبي، ظاهريا مش لازم يكون، طبعا بيبقى فيه الحمد لله يعني مش هو ده المعيار، بس يعني حاجه ايه بتبقى ظاهريه في الاول كده، فاهم؟ يعني ظاهريا طبعا بيبقى فيه الكارت بتاعنا مكتوب عليه الشيخ سامر، الكارت بتاعنا المواصفات الجيده للارنب للعلف، ما شاء الله ريحته بسم الله ما شاء الله، المواصفات الجيده للعلف، انت فاهمني ازاي؟ دي بتبقى موجوده. ده تاريخه مثلا اهو عليه من ورا تاريخ الانتاج، انت فاهمني ازاي؟ تاريخ الانتاج على طول بيبقى مكتوب هنا، خدت لي بالك؟ ده بيبقى كده ماشي يا ابو منيه، ماشي مفيش مشكله. دي لازم تبقى موجوده مكتوبه، بس هي من الخياطه ساعات بتتقطع. فتحنا الشكاره، مبدئيا ريحه العلف جيده. معنى للريحه جيده يعني ايه؟ يعني العلف
فريش. خلاص، يبقى ده اول حاجه. مش بقول لك لو العلف كده يبقى ما هو الارنب هو اللي بيقول، الارنب هو اللي بيقول، ولا انا ولا انت، بس بنقول ايه في مبدئيا كده. فتحنا الشكاره لقينا ريحه. طيب العلف عامل زي الخرز، العلف عامل زي ايه؟ زي الخرز. الكبسه بتاعته زي ما قلنا كده، لما اجي امسك حبايه ما لقاش معطنه اضغط عليها ما تتفركش في ايدي، الحبايه قويه ماشي، عامله زي الخرز. لما اجي احطها للارنب اولا كده، يعني بص هنا اهو، شوف العلف تلاقيه ايه اهو عامل زي الخرز. امسك شويه كده واجي احطهم اسمع صوت العلف. بص تعالى كده هنا مثلا كده، بص شوف، والارنب اهو ليه صوت، والارنب حبه. يعني اول ما حطيته اول ما حطيت العلف للارنب راح عليه. دي برضو مؤشرات العلف الجيد، دي مؤشرات، بس الارنب اللي هيقول برضو. انت فاهمني ازاي؟ يبقى دي مؤشرات، لان في بعض اللعب كده في الحاجات المعينه دي احنا ملناش فيها اللهم لك الحمد. يعني انا حطيت العلف اهو، الارنب ميعاد اكله المغرب، انت فاهمني؟ يبقى انا لما حطيت له العلف في مؤشرات، هي دي المؤشرات. الارنب راح للعلف. طيب في هنا برضو حاجه نقول عليها برضو زي ما قلنا كده، يبقى الله ينور الرجاله كده، خلاص طن وطن ماشي. يبقى احنا زي ما قلنا صح يا ابو امنيه، العلف يبقى جامد، انت فاهمني ازاي؟ قوي، ليه ريحه كويسه، انت فاهمني ازاي؟ ما شاء الله ريحته عامل زي الخرز اهو، صوته اهو مش مرتب اهو، عامل زي ايه؟ الخرز كده، بسم الله ما شاء الله، عامل زي الخرز بسم الله ما شاء الله اهو. حاجه ايه؟ حاجه محترمه يعني، انت فاهمني ازاي؟ دي مؤشرات اولانيه. طبيعي جدا هنصحك نصيحه برضو لوجه الله، طبيعي جدا، شوف انا ايدي ايه اتعفرت ازاي من العلف. طبيعي جدا في العلف بيبقى فيه في اخر الشكاره بعض الايه؟ التراب او الناعم اللي منه، بس ما يبقاش كتير. يعني الناعم ده ما ينفعش يا حبيبي ان انت ترميه او تقول الارنب ما كلوش، لا 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 لا. الناعم ده بيبقى فيه دايما البرمكسات والادويه، وطبعا احنا بنضيف عليه كل الادويه اللهم لك الحمد، كل الادويه اللهم لك الحمد. ما ينفعش ان انا ارميه. لو الارنب ما كلوش اجوعه عشان يلحسه، خساره. لكن الشكاره ما يبقاش يعني فيها كتير، يعني ما يبقاش ربع الشكاره ولا بنشوف حاجات عجيبه يعني. خلاص يا جماعه، فدي نقله الاسماعيليه، بنوري لك العلف على عينك يا تاجر اهون، بسم الله ما شاء الله، انت فاهمني؟ اللهم لك الحمد. دي الشكاره بنفتحها اهون، بسم الله ما شاء الله، حاجه تفرح. وطبعا سعرنا كويس، يعني ما تبقى الشكاره الصفراء ب 350 والشكاره الحمراء ب 290، والناس كلها اللهم لك الحمد بتشكر في العلف، اللهم لك الحمد. احنا بنوفر لك اقل حاجه مثلا 3000 جنيه في الطن، يعني مبلغ، انت فاهمني ازاي؟ موفر 3000 جنيه في الطن اقل حاجه، فاللهم لك الحمد. ليه؟ دي من خبرات السنين، وبندفع فلوس كتير جدا علشان نشتري الخامه الجيده في الوقت المناسب. شوف انا بقول لك على عينك يا تاجر، وبفهمك الدنيا ماشيه ازاي. بنشتري الخامه الكويسه في الوقت المناسب. يعني مثلا ساعات ايه؟ يبقى الذره مثلا يوصل 20، ساعات ينزل 13، يبقى 17. احنا بنبقى عارفين الوقت المناسب والوقت الجيد ان نشتري فيه من خبرات السنين، فاحنا بنشتري فنقدر نوفر. التوفير والخبره وانتاج العلف ده احنا بنديهولك يا حبيبي. ما انا ممكن اقول الشكاره اغلى، ازود في الشكاره الواحده 50 جنيه، فرق 50 جنيه في الشكاره عن اي علف، وفي علف ب 400 وشويه، انت فاهمني ازاي؟ لكن كل ده يعني فرق 50، ده في علف ب 400، فرق 100 جنيه كمان في الشكاره. وفي فرق، يعني في ناس بتبيع ب 425، وفي ناس بتبيع ب 450، في 460، وفي ناس بتبيع ب 400 كده. يعني احنا 350 انضف علف عندنا 350، فاحنا بنوفر لك من 3 4000 من 2000 على حسب الناس، يعني من 2000 ل 4000 جنيه في الطن، وعلف مميز وعلف معروف، والناس كلها اللهم لك الحمد اللي شغاله معانا بترزق من ورانا. خلاص يا جماعه، فهي دي فكره العلف.
عشان بس ايه ما نقعدش نتكلم كتير. هو ده اللي موجود عندنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللي بياخد مره واثنين وثلاثه، واللي كان عنده مثلا 10 امهات بدا ان ربنا يكرمه والانتاج عنده يزيد والفطام يحول والدنيا جميله، وبدا بدل ما كان بياخد 10 شكار بياخد 20 شكاره و30 شكاره وبدا ياخد بالطن. اللي عايز يشتغل معانا مفيش مشكله خالص، يكلمني، يعمل مخزن يكلمني، ومفيش اي مشكله زي الناس اللي شغاله معانا. نفسنا خط الصعيد يشتغل معانا ان شاء الله. جزاكم الله كل خير، بحبكم جدا في الله. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.